السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم. معكم نجاة من قناة نوفا. في هذا الفيديو إن شاء الله نقدم لكم طريقة بسيطة لتنظيم وإدارة أعمالنا خلال اليوم. طبعا كل يوم نكون متابعين بالعديد من المهام والأعمال، منها أعمال مهمة غير مهمة، عاجلة غير عاجلة، ضرورية وغير ضرورية. ولكن الخطأ اللي نقع فيه أو يقع فيه أغلبنا وهو أننا نعطي الأهمية لأعمال غير ضرورية، في حين أننا نقوم بإهمال المهام العاجلة والضرورية، وهذا يسبب لنا الكثير من المشاكل، منها ضياع الوقت دون الاستفادة منه بطريقة إيجابية، استهلاك الطاقة الجسدية والعقلية والنفسية وغيرها من المشاكل. ولتجنب الوقوع في هذه المشاكل عندي لكم الحل، وهو عبارة عن جدول الأولويات. هذا الجدول نملأه بالأولويات على حسب 4 معايير. فننتقل مباشرة لهذا الجدول. بالنسبة لجدول الأولويات فهو جدول يتكون من 4 خانات. هنا في الأعلى نضع عاجل، وهنا غير عاجل، وعلى اليمين مهم، وفي الأسفل غير مهم. بالنسبة للخانة الأولى واللي هي الخانة الموجودة في الأعلى على اليمين فهي خانة العاجل والمهم. خانة العاجل والمهم أو ما نسميها بخانة الأزمات، وهي الأعمال العاجلة والهامة التي لا يمكن تأجيلها أو تركها، ومطلوب منا إنجازها في هذه اللحظة ونقوم بها إحنا بأنفسنا. مثلا زيارة الطبيب، حضور اجتماع مهم سواء اجتماع كان في العمل أو اجتماع عائلي، صيانة عاجلة في المنزل، مراجعة قبل الامتحان خصوصا يوم قبل الامتحان، حل المشكلات سواء مشكلات في العمل أو في مدرسة الأطفال أو حتى المشكلات العائلية، أزمات وكوارث، موعد أو اتصال ضروري. يعني وهناك أمثلة أخرى يعني على حسب الأعمال. هذه الأعمال اللي ذكرت فهي تعتبر أعمال عاجلة ومهمة، نضعها في هذه الخانات. ثم ننتقل للخانة الثانية وهي خانات غير العاجل ولكن مهم، أو ممكن نسميها بخانة المستقبل، يعني الأعمال المهمة ولكن غير عاجلة ويمكن تأجيلها يوم أو شهر أو أسبوع أو حتى سنة. وهذا النوع من المهام تحتاج للجودة والفعالية، ولهذا السبب فهي تحتاج مدة طويلة، مثلا اكتساب مهارات جديدة، بناء علاقات والتعرف على أشخاص جدد، تخطيط للمستقبل، تعلم لغة جديدة، صلة الرحم، التعرف على فرص جديدة مثلا في الشغل، ممارسة الرياضة، تطوير الذات إلى آخره. فهذه الأعمال هي تعتبر مهمة، يعني عندها فائدة علينا ولكن غير عاجلة، يعني ممكن نقوم بتأجيلها. الخانة الثالثة واللي هي خانة غير مهم ولكن عاجل، أو ما نسميها بخانة الخداع، وهي الأعمال الغير مهمة ولكن عاجلة، يعني مطلوبة الآن ولكن يمكن يعني تفوض شخص آخر حتى يقوم بها، والأغلب يكون مصدرها خارجي ولكن التخلص منها يكون بين أيدينا، أو ممكن نقوم بها ولكن في آخر اليوم أو آخر المطاف. مثلا مقاطعة لصديقك أثناء العمل، زيارات مفاجئة، اجتماعات غير ضرورية، مكالمات هاتفية أيضا غير ضرورية،
جلسات الوناسة والأنس. فهاد الأعمال فهي غير مهمة، ممكن نتخلى عليها ببساطة ولكن عاجلة، لأنها تجينا في وقت محرج. من الضروري نقوم بردة فعل، يا إما نقوم بها بهذيك اللحظة ونخسر الوقت، أو ممكن نأجلها أو نفوض شخص آخر للقيام بها. والآن الخانة الأخيرة واللي هي خانة غير عاجل وغير مهم. ممكن أيضا نسميها بخانة الضياع، يعني الأعمال الغير مهمة والغير عاجلة، يعني غير مطلوبة، وحاول قدر الإمكان التخلص منها وعدم القيام بها، ما عدا لو قمتي بجميع هذه الأعمال في آخر اليوم ممكن تقوم بها، يعني لو عندك وقت فراغ. ولكن مادام لم تنهي هذه المهام اللي هي مهمة وضرورية، فحاول أن هذه الخانة تكون بالنسبة لك غير موجودة. نعطيكم أمثلة، مثلا الألعاب التي لا فائدة لها، مشاهدة التلفاز، الذهاب للسينما، الذهاب للمسرح، الدردشة عن طريق الانترنت أو الواتساب أو وسائل الاتصال الاجتماعي، وأيضا مكالمات غير مهمة، يعني فقط ترترى عن طريق الهاتف. فاحنا انتهينا الآن من الجدول، وأنا شرحت لكم يعني الهدف من كل خانة، وعطيتكم أمثلة للأعمال والمهام اللي ممكن تكون داخلها. الآن ننتقل للمرحلة الثانية. بالنسبة للمرحلة الموالية ناخذ ملف. أنا أخذت هذا الملف اللي سبق لي وزينته بهذه الطريقة، وريتكم فيديو طريقة تزيينه. في الداخل فأنا زينته باللون الأسود أو غلفته من الداخل باللون الأسود، ثم ناخذ هاد المربعات ونلصقها هنا بهذه الطريقة. ما نحتاج نكتب هنا مهم غير مهم عاجل وغير عاجل، لأنه احنا أخذنا فكرة، وأصلا كل لون فأنا حددت به خانة بهذه الطريقة. ثم نوضع اللصاق. وهذا هو الشكل النهائي لملف تنظيم الأولويات خلال اليوم. وأكيد فهاد المساحات الفارغة هنقوم بإضافة أفكار أخرى لإدارة الوقت، وأكيد نصورهم لكم. فالآن نبدأ بتسجيل المهام، ولكن نبدأ إن شاء الله من غدا، لأن اليوم الليل يعني تقريبا وصلنا لنهاية اليوم. إن شاء الله من غدا نملأ هذه الأوراق بالمهام على حسب ترتيبها. فوصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الفكرة تنال إعجابكم وتجربوها. أشكركم جدا جدا على المتابعة، انتظروني في الفيديو القادم. مع السلامة.